أهلا بيكم في مراية الروح. في ساعات بنقول كلمة نضحك بيها، لكن صاحبها بيفضل مجروح منها طول عمره. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب. في ناس بتفتكر إن التنمر مجرد كلمة أو هزار خفيف، بس الحقيقة إن الكلمة ممكن تقتل جوه حد حب نفسه وثقته وراحته. في زمن السوشيال ميديا بقى التنمر حاجة سهلة، كلمة في كومنت، ضحك على شكل حد أو سخرية على طريقة كلام حد، لكن اللي بيوصل للروح بيكسر أكتر مما نتخيل. التنمر مش ضعف من الضحية، التنمر ضعف من المتنمر نفسه. واحنا النهاردة في الحلقة الجديدة من مراية الروح هنتكلم عن ازاي نحمي نفسنا وأولادنا من التنمر، وازاي نزرع جواهم يقين ان الكلمة مسؤولية مش مجرد صوت بيتقال. طب تعالوا نعرف كده مع بعض، هو ايه اصلا التنمر؟ معناه ايه؟ التنمر هو سلوك او تصرف بيحاول يقلل من انسان تاني، ممكن يكون بكلمة، بنظرة، بموقف، او حتى باهمال، وبيكون الغرض منه انه يحسسك انك اقل. لكن الحقيقة مفيش حد اقل من حد، كل انسان عنده جماله، طريقه، ونوره اللي ربنا خلقه بيه. ربنا قال في سورة الحجرات الآية رقم 11: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم. يعني ما نستهزأش بحد، يمكن يكون أكرم عند ربنا. وكمان سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يعني حتى الكلمة الجارحة أذى محرم. وكمان علمنا إن الكلمة الطيبة صدقة، يعني كل كلمة حلوة بتقولها بتاخد عليها أجر. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب، وده اللي اسمه تنمر، سلوك مؤذي والدين نهى عنه تماما. طيب هو ليه الناس بتتنمر أصلا على بعضها؟ لأن في ناس مش راضية عن نفسها فبتحاول تقلل من غيرها، وفي ناس اتوجعت فبتوجع غيرها عشان تحس بالقوة، وفي ناس بتفتكر إن السخرية خفة دم وهي في الحقيقة قسوة مشاعر. المتنمر محتاج علاج مش تصفيق. طب ازاي أحمي نفسي من المتنمر؟ اعرف قيمتك، محدش ليه الحق يخليك تشك في نفسك. قيمتك مش في رأي الناس، قيمتك في روحك ونواياك. اتجاهل الناس اللي بتسخر منك، المتنمر عايش على ردة فعلك، لو تجاهلته هيفقد السيطرة. حط حدود، لما حد يتجاوز معاك قوله لأ بثقة من غير خوف. الكلمة دي مش قسوة، بس حماية لنفسك. اختار بيئتك، قرب من الناس اللي بتشوف جمالك مش اللي بتشككك فيه. اتكلم لو وجعتك كلمة، احكي ما تسكتش، السكوت على الألم بيكبره. طب احنا عرفنا ازاي نحمي نفسنا، تعالوا خلينا نعرف ازاي نحمي أولادنا وازاي يواجهوا التنمر. أول حاجة نعملها إن احنا نسمعهم من غير ما نحكم عليهم. الطفل لما بيجي يقولك إن حد بيضايقه صدقه، ما تقولوش ما تهتمش، قوله أنا سامعك وإحنا هنحلها سوا. علمه الثقة بنفسه، كرر دايما وقوله أنت أو أنتي مميزة، ربنا خلقك مختلف وجميلة بطريقتك. علمه الدفاع عن نفسه باحترام، علمه يقول ده مش مقبول من غير خوف ولا عنف. كوني قدوة، ما تسخريش قدامه من شكل حد أو تقللي من حد بالكلام اللي يجرح، لأن التربية بتبدأ من البيت. لو الطفل سمع أهله بيستهزئوا بالناس طبيعي هيتعلم يقلدهم. علموا أولادكم إن الضحك على الناس حرام، وإن الكلمة الحلوة صدقة، وإن الرحمة مش ضعف، الرحمة قوة. اللهم اجعلنا من أهل القلوب الطيبة والكلام الجميل، ولا تجعلنا سببا في أذى أحد. وفي النهاية لو كنت اتأذيت من تنمر، صدق إنك مش أقل من حد، وإن اللي جواك أقوى بكتير من أي كلمة وجعتك. خليك دايما الشخص اللي بيلم مش اللي بيكسر. ادي لطفلك حبك، لأن العالم محتاج ناس زيه. وافتكر دايما كل كلمة بتقولها يا توجع يا تشفي. لو الحلقة لمست قلبك ما تنساش تشترك في القناة
وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات الجديدة من مراية الروح. وشاركوا الحلقة مع الناس اللي بتحبوهم، يمكن كلمة توصل لقلب حد محتاج يسمعها اليوم. أشوفكم على خير وأتمنى لكم السعادة والتوفيق وراحة البال يا رب العالمين.